مرحبا. اليوم رح أقدم لكم أفضل طريقة لتحضير عجينة البيتزا. ضروري نختبر الخميرة قبل ما نشتغل فيها. رح أنزل ظرف الخميرة مع معلقة كبيرة من السكر. رح أنزل عليهم بحدود النص كاسة كبيرة مي سخنة. رح نحركها بشكل منيح ونغطيها ونتركها بحدود الدقيقتين لحتى تتفاعل الخميرة معنا. شوفوا كيف كاسة الخميرة اتفاعلت معنا وفارت. إذا ما فارت بتكون صلاحيتها منتهية. رح أنزل الخميرة. رح أقلب المكونات كلها مع بعضها. نعجن العجينة بمي دافية، تاخد بحدود الكاستين مي كبار. هلا العجينة صارت جاهزة معنا. بدنا نغلف العجينة بشوية زيت. بنغطي العجينة بقطعة من النايلون، ومن الأفضل نغطي النايلون بقطعة قماش ونتركها بمكان دافي، وبنتركها لمدة ساعتين لحتى تختمر. شوفوا لي هالعجينة كيف نفشت وصارت ما أحلاها. هلأ صارت جاهزة لنشتغل فيها. شوفوا لي هالعجينة ما أحلاها، طرية مثل القطن وطعمة ولا أروع. بتمنى تجربوا الطريقة حبيباتي، وصحتين وهنا إن شاء الله.